هذا شاب يمني. القصة هذه قديمة، يعني تقريبا في بداية التسعينات الهجري، السبعينات الميلادي، عشان اخواننا في خارج يعرفون التوقيت بالضبط. يقص القصة بنفسه لأحد المشايخ، وأحد المشايخ علمني فيها، صديقه. يقول احنا كنا في اليمن، وكانت الظروف سبحان الله يعني صعبة جدا، وكنت في قرية يقول جوع وفقر. يقول قالت لي الوالدة يا ولدي روح تعيش، والله لو قعدت عندي تموت من الجوع. وعمه كان يجي على السعودية. يقول فرحت مع عمي للسعودية من اليمن. يقول نزلنا المدينة المنورة. عمي شغلني يقول في محطة بنزين، قديم الكلام هذا 50 سنة تقريبا أو أكثر حتى. يقول كانت الأمور يعني بسيطة، وكان الناس يجي يعبوني يعطوني قروش، الحساب بالهلل أظن قروش. يقول سبحان الله، وكانوا يعطوني زي البخشيش. فكنت آخر اليوم أجمع حق المحطة، الحساب حق المحطة، وحسابي أخليه على جنب. فإذا جاء على المحطة أقول اسمع هذا لك، وهذا أعطوني إياها الناس لكن ما هو اللي برضه لك. أي قال له، يقول شو سبحان الله، الموفق من وفقه الله. طفل عمره 10 سنوات يهديها الله لمثل هذا القول. اسمع ايش قال لها هذا، قال لا يا ولدي، قال لا يا عم، انا لو قعدت عند امي هناك ما كان احد اعطاني، هذه لك. سبحان الله. يقول شوي شوي اعتمد علي صاحب المحطة اعتماد كلي، كفيته المحطة والعمال، وصاروا الناس الزباين يحبوني ويجوني. يقول يوم سبحان الله زانت الأمور، راح المحطة صرت أنا عيونه اللي يشوف بها. حلت البركة في المحطة بعد ما جاء هذا الولد. يقول كنت أصلي الضحى أحيانا في المحطة كذا على جنب. يقول شافني واحد من أصدقاء صاحب المحطة، صديق له. يقول سولف معه يوم، قال الولد ذا والله هذا الإيمان يوم جاتني البركة معه. ما شاء الله. قال يا أخوي تكفى عطنيه، أنا عندي محل سباكة وكهرباء فتحت. يقول ما عي يمشي، أزرع يمشي، حاولت فيه ما توفقت. يقول فيه، يقول رفض، لكن ألح عليه. قال طيب إن شاء الله ها يا ولدي تروح معه. قال والله يا عمي أنا ما جيت من اليمن إلا أترزق الله، عندك ولا عند غيرك ما في مشكلة، إن سمحت رحت. قال لا روح معه عسى الله يبارك لكم. يقولوا رحت معه لمحل السباكة والكهرباء، محل